باغي تولي تجري المسافات طويله ولكن معاك تجري شويه كتخاف وتوقف. اليوم غنشارك معاك اهم الاسرار اللي خلاوني نجري مسافات اللي كبيره اللي وصلت حتى ل 50 60 و70 كيلومتر من تجربه عمليه اللي غنجري فيها 36 كيلومتر. داكشي علاش خليك مع الفيديو وركز باش تطلع باكبر افاده ممكنه. مرحبا بكم الخوت في الفيديو اللي غتشوفوا فيه 36 كيلومتر كيفاش غدوز. دابا غنوريكم الماكله اللي غناكلها قبل من الجريه. دابا تقريبا باقا ما بين 50 دقيقه حتى لساعه وغنبدا الجريه ديالي معطله شويه ولكن ماشي مشكل، هادشي ما ثقيلش بزاف. فغنوريكم دابا الماكله اللي عندي كيفاش دايره. عندنا هنا الخوت باباي والمونغ وعندنا جوج بيضات وخبز ديال القمح ديال الدار. وكيف ما شفتوا الخوت هذه هي الوجبه اللي متكامله، حيت فيها البروتين فيها الفيتامينات فيها الكربوهيدرات وفيها حتى الدهون الصحيه اللي كاينه في زيت العود اللي دايروا بالبيض. دابا غادي ناكلها وغادي نوجد راسي باش نبدا الجريه ديالي على بركه الله. انا واجد الخوت 100% كيف ما كتشوفوا. دابا غير غادي نسخن ونبدا الجريه ديالي. بالنسبه للمسائل اللي غندي معايا كمصدر طاقه عندي 3 تمرات وبنانه وحده، وبالنسبه للماء غندي معايا ايترو ديال الماء. غادي نسخن وغادي نطالع. بديت الجريه ديالي. اول كيلومتر من اهم الحوايج، لا ما كانت اهم حاجه في المسافه الطويله، هي خاصك تعرف كيفاش تسير راسك. ما يمكنش من البدايه تبدا بريتم طالع، خصوصا في البدايه كتلقى راسك مرتاح، يعني كتلقى ما كاين لا عيا رجليك بخير. فبزاف كيوقعوا في هذا الخطا على البدايه كيطلع الريتم. غير كدوز مثلا واحد 12 كيلومتر 15 كيلومتر كتحس بالانهيار، ما كتبقاش قاد تجري حتى خطوه. فديما غتبدا بواحد الريتم اللي مريح. مثلا انت ناوي تمشي ب 35 غتبدا غير ب6 بحال هكاك. هذيك 5 كيلومتر الاولى دير انت غتسخين، عاد تدخل لهذاك الريتم اللي انت باغي تمشي به الجريه كلها. فالتسيير مهم بزاف في المسافه الطويله. 4 كيلومتر ما بين اهم الحوايج هو ما خاصك تركز على المسافه. ماشي كل خطره تشوف شحال ضربتي. مثلا انا هنا واصل 4، كل 5 دقائق كل 10 دقائق نطول شحال ضربتي. بحال بهذه الطريقه بحال كتعيد الدماغ ديالك. لا، المسافه خاصك تنساها. انت شنو خاصك تركز. هاد القضيه مهمه بزاف وخاصك ديرها في حياتك كلها، ماشي غير الجري. تركز على داكشي اللي تقدر تتحكم فيه، وداكشي اللي ما تقدرش تتحكم فيه تخليه في يد الله. وتماما هكاك في الجري غتركز حتى على التنفس ديالك، غتركز على التغذيه، يعني تشرب الماء، تاخذ مصادر طاقه بحال التمر بحال البنان. والجريه والمسافه فين واصل نساها، انت ركز على الخطوه اللي قدامك. هكا بحال قلتي ما كتعيش الدماغ ديالك، كتبقى مركز مع كل خطوه حتى كتحس براسك وصلتي لواحد المسافه اللي طويله بلا ما تحس. الكيلومتر السابع كما قلت لكم الماكله اللي خديت قبل الجري خديتها شويه معطل، يعني تقريبا غير شي 50 دقيقه وبديت الجري ديالي. وهي على الاقل خاص واحد ساعتين باش الجسم يقدر يهضم ديك الماكله. فما حاسش براسي يعني كيما موالف. كنبدا الجريه كنكون حاس براسي خفيف بخير، ولكن في نفس الوقت ما حاسش براسي يعني خايب. الدعوه خايبه اكثر من القياس، يعني بين وبين. ولكن كان من الاحسن كنا كلت قبل بزاف باش في الجريه نلقى راسي بخير 100%. ولكن ما كاينش الاستسلام، غنقاوم الالام كيف ما كانت الوضعيه. غتكمل الجريه 11 كيلومتر شويه ديال العيق، ولكن بشكل عام حاس براسي بخير. من اهم الحوايج في المسافات الطويله اللي خاصك تركز عليهم هو الماء، حيت الجسم كيعرق كيخسر بزاف ديال السوائل. فدي معاك الماء وحاول كل شويه تشرب، واخا ما يجيكش العطش لا، كل 3 4 كيلومتر خذ واحد الجوغ ماء. انا كما قلت لكم جاي معايا ايطرو، وحتى هذه بحال هذه القرعه، وهذه داير فيها ملحه ديال الهيمالايا. علاش؟ حيت ملحه الهيمالايا فيها املاح معدنيه فكتعاون بزاف الجسم باش يبقى في افضل وضعيه ويعوض هذوك السوائل اللي كيخسر. 18 كيلومتر
حاسب راسي بخير، غادي بريتم ما بين 5-35. كما قلنا التأثير مهم بزاف، ما خاصنيش نطلع الريتم حيت باقا تابعاني المسافة باقا طويلة، وفي نفس الوقت ما خاصنيش نفكر، لا نركز على الريتم ديالي، نركز على الماء، نركز على التغذية. التغذية هي مهمة بزاف. وهدرنا على الماء والسوائل، خاصك تعوضهم. دابا غنهضروا على مصادر الطاقة. خاصك تجيب معاك بحال التمر اولا البنان اللي فيهم الكارب وكي حتى السكريه الطبيعيه كيعطوك واحد الدفعه ديال الطاقه اللي سريعه. انا حتى الان كلت 2 تمرات، باقا عندي وحده وباقا عندي بنانه. هذيك التمره وبنانه غنحاول نسيرهم على المسافه اللي باقا ليا، حيت واحد الوقت الجسم ديالك كيبدا يتفاق، غير هذيك التمره او البنانه بحال كتعاود تحيك من جديد. فالتغذيه مهمه بزاف بزاف. احنا غاديين قريبه دابا 19، ما بقاش بزاف، بقات 17 بالضبط. شحال من الناس في المسافه الضربات. ليتس جو. 26 كيلومتر هنا من مكان الانطلاقه رجعنا ليه. بقات بالضبط 10. مين كتوصل للكيلومترات الاخرى كتفوت النص، هنا كتبدا المعاناه الحقيقيه. الجسم ديالك كيبدا يعيا ديال بصح، رجليك كيتقالوا، بزاف ديال الالام، تقدر تدرك الركبه شويه، تقدر تدرك الشوفيه. هنا فين خاص يكون تبني القوه العقليه، ما خاصك تتصنت لذاك الصوت. الجسم ديالك كيبدا يصيفط اشارات العقل ديالك باش تستسلم. انت خاصك تكون قوه من داك الصوت وتحاول تقاوم الالم، حيت اصلا نقدر نقول لك ملي كتوصل لهاد المرحله والم خايب ديال بصح، الجسم ديالك كيكون يلا وصل لواحد 30%، يعني باقا عندك واحد 70% تجيبها بالراحه. مثلا انا دابا غادي بريتم 5-25 ورا رجليا راه ما يمكنش شحال دارين، ولكن بكل راحه نقدر نوصلها حتى 4-15 بكل راحه. يعني حيت علاش الجسم ديالي باقي ما وصلش هذيك النقطه اللي غيوقف فيها، يعني غينهار في خطره. فخاصك تعلم انك تغلب على داك الصوت، حيت الجري كيحتاج القوه الجسديه ولكن كيحتاج القوه العقليه كثر وكثر بزاف. 28 كيلومتر ونص غناخذ البنانه بالضبط في 29. ما بقاش بزاف، بقات غير قلت تقريبا بقات غير 7 من غنوصل 29. غناخذ فيها البنانه باش نكمل هذيك 7 بكل قوه. 32 كيلومتر رجليا بداو كيتساسوا، ولكن مبقاش غير 4، ما بقاش بزاف. من توصل لهاد المرحله توصل يعني الكيلومترات الاخرى بقات لك غير 5-4 وبديتي كتحس براسك كتقاد صافي. فكر راسك المسافه اللي ضربتي، بحال قلتي تلفت موراك وشوف شحال ديال الطريق ضربتي، وراه باقي غير 5% من هذيك الطريق، وغتلقى الحماس وغتلقى القوه باش تقدر تكمل داكشي اللي باقي لك. وكتكون سهله الجريه. 36 كيلومتر بنجاح، دازت صعيبه خصوصا الكيلومترات 3 الاخرين كنت باغي نستسلم، كنت كنقول صافي 33 قاضيه الغرض، ولكن درت هذيك الطريقه اللي قلت لكم ديال فكرت راسي بشحال ضربت 33 بقات غير 3، قل من 5% من المسافه. وصراحه كان باقي عندي الجهد. الكيلومتر الاخر ضربته بريتم زوين، ضربته ب 34 تقريبا لا 4-45 اسرع كيلومتر. الجريه كلها في 3 سوايع و12 دقيقه و46 ثانيه، بيس 5-21 بيس اللي زوين بالنسبه لهذه المسافه. دابا غنمشي للدار نضربها بتدويشه بالماء بارد ونعالج نكافئ الجسم على هذا المجهود الكبير اللي ضرب. وغنقول لكم اخر حاجه اللي خاصكم تركزوا عليها الا بغيتوا ضربوا المسافات طويله. ومورا ما ضربت تدويشه بالماء بارد حاسب راسي بخير. دابا غنوريكم الماكله اللي غناكلها دابا مباشره. عندنا خوتنا غير الوجبات السريعه ما كناكلهمش، ولكن دابا مع حركه بزاف ديال السعرات بالضبط 2946 يعني قلت 3000، فغادي ناكلهم. وغادي ناخذ حتى مع ندوز بهاد العصير ديال المونغ اللي بالمونغ والماء، ومن غنسالي الوجبه نقدر ندير حتى وجبه ديال الشوفان. وكيف ما شفتوا هذه هي الوجبه اللي غناكلها مورا ما سهليت 36 كيلومتر. بقى اخر حاجه اللي باغي نقولها لكم
سر من اسرار المسافات الطويله هي خاصك تبني الاساس، خاصك الاستمراريه. يعني مثلا غتتبع واحد البروغرام اللي فيه مثلا 3 ايام ولا 4 ايام ديال الجري، بني الاساس، دير تمارين ديال السرعه، دير جريه واحده مثلا طويله اللي كتقدر عليه، مثلا واحد 10 ولا 12 حتى 13 كيلومتر، 14 15 اللي قدرتي عليه. تبع واحد البروغرام مزيان باش تولي تقدر تجري مسافات طويله، واللي كنقصد مسافات طويله من 20 والفوق. فخاصك الاستمراريه، ما تسناش يعني انت مثلا يلا بادي تجري وباغي تولي تجري مسافات طويله ما تحس لا بعيا لا بوالو. لا، المسافه الطويله كتبغي الاستمراريه، كتبغي التدرج، تبقى غادي بشويه بشويه حتى توصل ليهم. وما تقارن راسك بحتى شي واحد، ركز على راسك وعلى التطور ديالك، قارن راسك بالانسان اللي كنتي البارح. فهذه حاجه مهمه هي في المسافات الطويله. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم، نتمنى تكونوا استمتعتوا. دابا راه غنمشي ناكل، ما يمكنش على جوع فيا. تلاقاو في فيديوهات اخرين، تهلاو.